اهلا بك يا صديقي في الدرس الرابع من دروس الاب الغني والاب الفقير. الفيديو دوت هعلمك ازاي تتحول من موظف او صاحب مهنه خاصه الى رائد اعمال. هنشرح الدرس الرابع من كتاب الاب الغني والاب الفقير. اهلا بك يا صديقي في قناه دوبامين العقل. معاك احمد عثمان مؤسس هذا القناه. فكره القناه ان اقرا الكتاب واديك فائده القراءه من غير ما تقرا ولا سطر. فاودك فكره القناه تشجع تشاركنا باشتراك وهات مشروبك المفضل عشان عندنا جرعه عاليه جدا من دوبامين في الفيديو ده. روبرت بعد ما اتعلم الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث ولازم نكون عارفين ان روبرت كان فقير، فروبرت قرر ان هو يشتغل في شركه مبيعات كموظف يعني. قرر ان هو يشتغل في شركه مبيعات اسمها زاروك. وفي الوقت ده روبرت كان لسه فقير، ما كانش معاه فلوس ان هو يقدر يعمل بيها مشروع، لكنه اتعلم الدرس الاول وتعلم الدرس الثاني وتعلم الدرس الثالث، فهو هيبدا حياته ان هو يشتغل وظيفه. قرر ان هو يشتغل مندوب مبيعات، بس الهدف جمع المال وتعلم مهاره البيع. وفعلا راح روبرت واشتغل وكان من اشطر الموظفين الموجودين في الشركه. وكان في كل عمليه بيع كان روبرت بيعملها او كان احد من زمايله بيعملها كان بيطلع حاجه اسمها عموله. العموله ديت كانت بتكون غير الراتب خالص. يعني مثلا هو لو باع ب 5000 بيطلع عموله 1000، يعني مثلا لو باع ب 100000 بيطلع عموله 20000 كده. يعني دي اسمها عموله غير الراتب. يقول روبرت كنت انا وزمايلي في العمل كانوا هم اول ما ياخدوا العموله بتاعتهم كانوا دايما يروحوا يشتروا بقى الالتزامات. اللي عايز يروح يشتري عربيه او اللي يروح يشتري تليفون واللي يروح يشتري، كان دايما اول ما ياخدوا العموله يتنوا رايحين يشتروا بقى التزامات فورا. يقول روبرت فكان في واحد فيهم كان معاه عربيه، فاول ما خد العموله جه راح بايع العربيه واشترى عربيه احدث منها. اللي انا اكتشفته ان هم ما بيشتروش الحاجات اللي هم محتاجينها، لا هم بيشتروا الحاجات اللي هم عايزين يبانوا قدام الناس ان هم اثرياء. وفي نفس الوقت روبرت كان بيتكرر في دماغه جمله ابوه السر اللي هو قالها له ان الفقراء واصحاب الطبقه المتوسطه يشترون الالتزامات لكن الاثرياء يشترون الاصول. كان روبرت اول ما ياخد العموله بتاعته يتن رايح على طول حاططها في اصول، شاري مثلا اسهم، شاري عقار، شاري، يتني دايما اي عموله تجيله تلاقي رايح حاططها في اصول. والاصول ديت كانت تدخل عليه فلوس. فضل شغال كده لمده 5 6 سنين، كل ما يدخل عليه فلوس يتم حاططها في اصول، وزمايله يدخل عليه فلوس يتم حاططها في التزامات. وبعد ال5 6 سنين اصبح روبرت عنده دخل قوي جدا من الاصول دي. الاصول ديت بقت ان هي تدخل عليه فلوس وهو كان لسه موظف. يعني الاصول ديت بتدخل عليه فلوس وهو لسه برضه في الوظيفه، لسه شغال موظف. فقرر روبرت ان هو يشتري عربيه بورش، وفعلا كانت اول عربيه يشتريها وراح اشترى عربيه بورش. الدرس اللي انت لازم تتعلمه ان الاصول هي اللي اشترت له العربيه مش الراتب اللي اشترى له العربيه. فبيقول لك روبرت عايزك دايما تخلي الاصول هي اللي تصرف على الرفاهيات وليس الراتب. يعني انت لو عايز ترفه نفسك ما ترفهش نفسك من الراتب بتاعك، يعني ما تاخدش من تعب بدنك انت وتروح ترفه على نفسك، لا انت اتعب شويه لحد ما يكون عندك اصول وخلي الاصول ديت هي اللي ترفه عليك. وكده يكون روبرت نجح ان هو يطلع من الوظيفه. دلوقتي بقى روبرت بقى عنده اصول، الاصول ديت بيدخل له فلوس اكتر من الوظيفه بتدخلها له. اما اصحابه في الشغل ما يقدروش يسيبوا الشغل ولو يوم واحد. ليه؟ لان اي فلوس جات لهم اشترت بهم التزامات، لسه عليهم قروض ولسه عليهم التزامات وعليهم 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 الى اخره، هيتنوا شغالين لحد ما يموتوا. عشان كده الدرس اللي انت لازم تتعلمه انك تجعل الوظيفه وسيله وليس الغايه. خلي الوظيفه وسيله اللي توصلك للحريه الماليه. زي ما روبرت عمل، هو ما كانش معاه فلوس راح يشتغل وجمع فلوس من الوظيفه واشترى بها اصول، ومع الزمن مع 5 6 سنين اصبحت الاصول ديت بتدخل عليه فلوس. وفعلا ساب روبرت الوظيفه بعد ما الاصول بتدخل عليه فلوس اكتر من الوظيفه بتجيبها. يعني لو حد شغال موظف او شغال في اي مهنه معينه بيقول لي انا امتى اسيب الوظيفه، اقول لك سيب الوظيفه في حاله واحده بس، لو انت عندك اصول او عندك دخل بره بيدخل لك فلوس اكتر من الوظيفه. يعني انت لو بتاخد 5000 مثلا وعندك مثلا شقتين، الشقتين دول بيدخلوا لك في الشهر 10000 جنيه وانت بتقبض خمسه، لا انت سيب الوظيفه الصبح. يبقى الجزء اللي عدى دي انا كده علمتك ازاي ان انت تعرف تتخلص من الوظيفه عن طريق ان انت تشتري اصول، والاصول ديت مع الوقت هتدخل عليك فلوس. فاجعل الوظيفه وسيله وليس غايه. عايزك تركز معايا في الجزء اللي جاي دي عشان انا بالنسبه لي الجزء دي مهم جدا جدا جدا. تمام. الجزء ده بيتكلم عن حاجه اسمها الضرايب. احنا كلنا عارفين الضرايب. هتقول لي طب احنا ليه بنتكلموا في الجزء بتاع الضرايب؟ اقول لك والله يمكن في يوم في الايام تحتاج انك تفتح شركه، تحتاج ان انت يكون عندك مثلا مصلحه، فانت كده كده هتضطر انك تدفع الضرايب. فلازم تكون انت عارف الضرايب بتشتغل ازاي، سواء انت هتكون موظف او سواء انت هتكون صاحب شركه. دي بيدفع ضرايب ودي برضه بيدفع ايه؟ ضرايب. اي كلمه انا هقولها في الفيديو ديت انا واخدها من كتاب الاب الغني والاب الفقير. انا مفيش كلمه انا اجيبها من عندي. بيقول الاب الثري ان الفقراء واصحاب الطبقه المتوسطه هم من يدفعون الضرائب، اما الاغنياء فهم لا يدفعون الضرائب او بيدفعوا ضرائب بس بنسبه قليله. هتقول لي يا عم ازاي؟ انا فاهم العكس. معروفه الاغنياء اصحاب الشركات هم بيدفعوا ضرائب، اما الفقراء ما بيدفعوش ضرائب. دي اللي الناس فاكراه، لكن الاب الثري ليه راي تاني خالص. هقول لك ان الاثرياء فاهمين اللعبه صح. يعني هم فاهمين في لعبه المال ديت كويس جدا وعارفين فين اولها وعارفين فين اخرها. تعال اديك مثل يفهمك ازاي ان الفقراء واصحاب الطبقه المتوسطه هم اللي بيدفعوا الضرائب اما الاثرياء لا يدفعون الضرائب او بيدفعوا الضرائب بس بنسبه قليله. عندنا اول حاجه هضرب لك مثال عن واحد موظف بيقبض 10000
وهضرب لك مثل عن شركه دخلها برضه 10000. تعال بس ناخد اول حاجه نشوف الموظف بيتحاسب ازاي ونشوف الشركه بتتحاسب ازاي. عندنا واحد مثلا اسمه احمد. احمد ده بياخد راتب 10000 جنيه وبيدفع ضرائب 20%. احمد قبل ما ياخد المرتب بتاعه بيتخصم منه ضرائب كام؟ 20%. يعني بيتخصم منه 2000 جنيه ويتبقى لاحمد كام؟ يتبقى لاحمد 8000 جنيه. 8000 جنيه دول احمد بياخدهم وبعد كده يعيش بيهم. يعني يجيب بيهم اكل ويجيب بيهم شرب ويجيب بيهم مواصلات ويدفع بيهم التزامات ويدفع بيهم القروض ويدفع كل الحاجات وملزم ان هو يعيش بالكام؟ ب 8000 جنيه دول. المهم احمد فعلا عاش ب 8000 جنيه. صرف كل التزاماته، نقوله مثلا يعني وفر 1000 جنيه. يعني هو صرف الاكل والشرب والالتزامات وكلام من دي، صرف 7000 ودفع ضرائب 2000. كده صافي الربح بتاعه كام؟ صافي الربح بتاعه 1000 جنيه. فبيقول الاب الثري ان الفقراء واصحاب الطبقه المتوسطه يدفعون الضرائب اولا ثم بعد كده يدفعون الالتزامات اللي عليهم. يعني هم بيدفعوا الضرائب الاول وبعد كده بيدفعوا الالتزامات اللي عليهم. كده احنا عرفنا الموظف بيتحاسب ازاي وبيدفع كام. هو اول الراتب ما بيجي هو ما بيشوفوش اصلا. قبل ما بيمسك الراتب بتاعه بيتخصم منه 20% اللي هو ال 2000 جنيه ويدوا له 8000 يعيش. تاني حاجه عندنا واحد مثلا اسمه هاني. هاني ده عنده شركه، تمام؟ الشركه ديت بتبيع كل شهر ب 10000 جنيه، تمام؟ هاني قبل ما بيدفع الضرايب وقبل ما بيدفع اي حاجه بيتني ماسك ال 10000 جنيه دول صارف، يتني دافع الاقساط ويتني دافع التزاماته ويتني دافع اكله ويتني دافع شربه واي مصاريف انصرفت بيتني دافعها بال 10000 جنيه دول. فتخيل ان هو دلوقتي صرف 7000 جنيه التزامات، فاضل كام؟ هتقول لي فاضل 3000 جنيه. يتني جاي بعد كده دور الضرايب، يتني جاي تحاسب مين؟ هاني. فهاني حاسب على كام؟ يحاسب على 3000 جنيه. فتني جاي تقول له يدفع كام هاني؟ يدفع نسبة 20% على 3000 جنيه. يبقى هاني يدفع كام؟ يدفع 600 جنيه. يتبقى كام لهاني؟ يتبقى 2400 جنيه. فهو كده دفع الضرايب كام؟ دفع ضرايب 600 جنيه. صافي الربح بتاعه كام؟ صافي الربح بتاعه 2400 جنيه. دي صاحب الشركه. فالاب السري بيقول لك ايه؟ ان الاثرياء بيدفعوا الالتزامات الاول وبعد كده يدفعوا الضرائب. هو دي الفرق، ان الفقراء واصحاب الطبقه المتوسطه يدفعون الضرائب اولا ثم بعد كده الالتزامات، اما الاغنياء فيدفعون الالتزامات اولا وبعد كده يدفعوا الضرائب. يبقى في المثل اللي فات الموظف دفع ضرائب كام؟ 2000 جنيه، اما الشركه دفعت ضرائب 600 جنيه. انت متخيل انت الفرق؟ يعني موظف دفع ضرائب 2000 جنيه وشركه دفعت ضرائب 600 جنيه. هو ده اللي بيحصل في جميع انحاء العالم. عشان خاطر كده الاب السري بيقول لك خلي الوظيفه ان هي تكون وسيله وما تكونش غايه. ولو انت موظف او انت صاحب مهنه حاول انك دايما اي فلوس تيجي معاك مش اللي انت تجيبه وتروح تصرفه على التزامات والاخر، لا، انت حاول اول حاجه تدفعها او اول حاجه تجيبها انك تشتري اصول. والاصول ديت في خلال سنه او خلال سنتين او خلال ثلاثه او خلال اربعه او خلال خمسه هتكون هي سبب في انك انت تسيب الوظيفه اللي فيها ويكون عندك عمل خاص تقدر تشتغل فيه. وكده نكون خلصنا الدرس الرابع من كتاب الاب الغني والاب الفقير. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشاركنا باشتراكك وتدوس لايك وتشارك الحلقه مع حبايبك. يلا سلام.